ويحك ألا تنتبه، أفق أفق أفق. ها هم اليوم يعني انتقلوا من الشيخ فركوس إلى رائد من رواد النهضة وشيخ من شيوخ الدعوة السلفية في الجزائر ومجدد، الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. اليوم هل هي صدفة؟ ليست صدفة أبدا، ما راهيش صدفة. هذا غير اللي بعقله اللي يظنها أنها صدفة، لكن ليست صدفة. يعني بمجرد ما طعنوا في الشيخ فركوس أيام فقط طعنوا في الشيخ بن باديس رحمه الله. لا ننكر أن لجمعية العلماء المسلمين الأولى، جمعية ابن باديس والعقبي والإبراهيمي والميلي من أمثال هؤلاء الذين كانت دعوتهم واضحة في الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ومحاربتها بكل ما أوتوا به من قوة، سواء بالبيان والتدريس والخطابة المباشرة للأمة، سواء كان بالكتابات والمقالات من خلال الجرائد الكثيرة والنشريات المتعددة التي كانوا كلما منعهم المستعمر أو المستدمر من واحدة أنشأوا أخرى لنشر ما يعتقدونه من حق، ونفع الله جل وعلا بهم خلقا كثيرا. وبقي من بقايا هذه الجمعية بعض المشايخ والعلماء الذين أبقوا على خطها، يعني على خطها المتميز في سلفية المعتقد، وهذا في الغالب لأنه حقيقة ينبغي أن تذكر أن أعضاء الجمعية لم يكونوا كلهم على عقيدة واحدة، على العقيدة السلفية. حتى قال أحدهم، قال هذا الشيخ الجزائري رحمة الله عليه، قال لنا مرة: الجمعية لم يكن فيها سلفي إلا الشيخ العقبي، وهو من تلاميذه، إلا الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، الذي كان واضحا في عقيدته وفي منهجه، صادعا بالحق في جميع مناسباته رحمة الله عليه.